ياسين بونو أفضل حارس مرمى في مستوى تصاعدي وأصبح واحدا من مفاتيح اللاعب. أرقام إحصائيات تتكلم عن ما يقدمه لهذا النادي. إذا واصل بنفس الوتيرة ربما سيكون من الصعب جدا أن يحتفظ به الموسم المقبل. عنده كأس إفريقيا بعد 4 أشهر أو 5 أشهر فقط من الآن، وبعد كأس إفريقيا ب5 شهور ولا 6 شهور كأس العالم. كاين كأس العالم، العب كأس العالم في أعلى مستوى، راح تتهافت عليك أكبر الأندية وراح تروح بعروض كبيرة جدا. المستمعين، ولكن هذه حقيقة أصر عليها، ليس لأنني ألعب في الدوري السعودي، ولكن نشفى قال للمذيعة كانت سيدة، قالها على اللاعبين الذين يكذبون هذا التصريح أن يجربوا القيام بانطلاقات سريعة تحت درجة حرارة من 39 درجة 38 درجة، ثم بعدها يتحدثون معي. هذا العامل محمد لا يجب أن نهمله بتاتا. المدرب إيطالي، اللاعبون أوروبيون، ولكن إفريقي كوليبالي في الدفاع. ولكن هنا محمد يجب أن نشيد أيضا بالمشروع السعودي إلى غاية الآن. فاس كوليبالي عندهم لاعبين كبار. ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي عنده لاعبين ما شاء الله، لاعبين كبار كلهم نجوم. فريق الهلال محمد، ولكن السعودية أفضل من بعض الأندية الأوروبية. محمد لما نتكلموش على الكبار في أوروبا. الاتحاد الحظ وين شفنا تألق الحارس بونو، حارس دائما ما يتألق، وهذا الفريق محمد شفناه حتى وين كانت عنده ثقة بالنفس، ما خافش، كان يلعب عبر المرتدات، صح كان يدافع في بعض الأحيان يشكل كتلة دفاعية متأخرة، لكن سرعان ما تكون عنده الكرة يروح بالمرتدات، يروح بالهجمات السريعة والمرتدة، لأنه عنده لاعبين على غرار نيفاز. السعودي في بعض اللقطات كان قادر حتى يسجل هدف أخرى، كانت لا ترانزيسيون، كان الانتقال من وضعية الدفاعية للوضعية الهجومية بطريقة سريعة. نظن هذا الشيء اللي كانت قوة الهلال السعودي، فريق الهلال السعودي اللي كان منظم، وحتى البعض تكلم على أنه فريق بثوب اوروبي ولاعبين عالميين، ولكن لو تشوف لاعبين اللي لعبوا اساسيين ولاعبين اللي دخلوا احتياطيين، عندك 7 إلى 8 لاعبين سعوديين. يعني يظهر ان فيه عمل، وهذا الشيء انعكس ايجابيا على سيميوني. محمد قلناها في الحصه السابقه، سيميوني واحد من اكثر المدربين الذين يعرفون كيف يتعاملون. دائما ما يثير مشاكل ومتاعب. سيموني إنزاغي. نعم انت قلت سيميوني. سيموني إنزاغي. نعم. قلت لك دائما ما يكون حجر عثرة. هذه المرة تأكدت المقولة هذه، ومرة أخرى شكل له صعوبات كبيرة السعودي، رغم أنه لم يمضي على وصوله إلى الهلال السعودي سوى بضعة أسابيع، يعني تقريبا أسبوع قبل بداية الدورة. لذلك يجب أن نشيد أيضا بالمدرب الإيطالي وبما فعله في هذا الظرف الوجيز بالهلال السعودي. محمد، حتى فريق الهلال، اسمح لي ملاحظة صغيرة، فريق الهلال يتمتع بخاصية جد مميزة. شوف يلعب دائما عبر التحولات السريعة، لأن في بعض الأحيان لما أنت واسمك الهلال راح تكون في ثوب الضحية نوعا ما، لكن شفنا أنه هو يكون في ثوب الضحية، زعما يشكل كتلة دفاعية متأخرة، لكن يروح عبر المرتدات، يروح عبر تحولات سريعة. شوف لأن الفريق الهلال يعني الخطة تاعه هي يلعب عبر تحولات سريعة، لأن عنده مهاجمين سريعين اللي هو مالكوم والدوساري وليوناردو. حسين، لكن بات من الواضح الآن أن زعيم آسيا الهلال السعودي لم يأتي من أجل المشاركة فقط، وإنما جاء من أجل كتابة تاريخ ومجد جديد من فصول كرة القدم العالمية. تحس بأنه انقلاب كروي، تحس بأن الهلال السعودي مثل ما قلت منذ قليل، صحيح اسمه الهلال السعودي ولكن ثوب عالمي. عنده الوحش كوليبالي في الدفاع، عنده لاعبين اسيويين في اعلى مستوى، عنده لاعبين اوروبيين، عنده مدرب خبير ومحنك. نحن الان امام ظاهره كرويه جديده، يجب على الانديه الاخرى ان تتعامل الان معها بحذر وباحترام. صح، يستطيع محمد. حتى لا ما نسوش المدرب اللي كان قبل إنزاغي اللي هو جيسوس البرتغالي، مدرب في مستوى جد عالي، هو اللي كون هذا الفريق، وهو اللي يعني اعطى قوه لهذا الفريق، فريق الهلال، وهو اللي انتدب هذا اللاعبين اللي يمشوا في اي فلسفه كانت ما. لان لما يكونوا عندك لاعبين
عندهم نضج تكتيكي، عندهم جودة عالية. الفلسفة اللي انت راح تعملها كمدرب راح يتماشوا معها. نعم. هذا الشيء اللي خلى فريق الهلال الآن يكون من بين أحسن. أعطينا تصريحات بعض لاعبي الهلال نقرأها سويا. يعني كسر قاعده ودار ثوره، لان الان حتى لو نتكلموا يعني بالمنطق، حتى انا كنت شاهدت اللقاء واستمتعت الى غايه نهايه اللقاء. أن ثقة بالنفس يعني لفريق الهلال، قوة كبيرة في الهجوم، ولما تكون عندك قوة بالنفس يكونوا عندك لاعبين اللي ما عندهمش هذيك يعني الخوف أو الرعب من النوادي الكبيرة، راك تحقق الإنجازات وتفوز بالألقاب. إذا متابعينا الكرام، كما لاحظتم معنا الإعلام الجزائري وقف افتخارا من جديد بالحارس المغربي الكبير ياسين بونو بعد تألقه من جديد أمام فريق فلومينينزي البرازيلي، حيث نجح الحارس المغربي ياسين بونو في القيام بأزيد من 10 تصديات حاسمة أمام الفريق البرازيلي، وساعد اللاعبين ديال فريق الهلال في الحفاظ على أملهم في تأهل. ياسين بونو أكد من جديد أنه من بين أبرز 5 حراس على مستوى العالم في الوقت الراهن. الإعلام الجزائري كيأكد من جهة أخرى أن ياسين بونو يمكن أنه يعود إلى أحد الأندية الأوروبية انطلاقا من الموسم الكروي القادم، لكن حسب أحد المحللين الجزائريين اللي هو بن شبير أكد أنه يجب على الحارس المغربي أنه يتسنى حتى العام الجاي، لأن العام الماجي إن شاء الله كاين مسابقة كأس العالم وقبلها بكأس إفريقيا المقامة في المملكة المغربية. حنا عارفين أن ياسين بونو ممكن جدا أنه يرجع إلى أحد الأندية الأوروبية، ولما لا إلى فريقه السابق إشبيلية الإسباني أو أحد الأندية الإنجليزية. لكن كمعلومة حصرية فإن ياسين بونو لديه رغبة كبيرة في تمثيل فريق ريفر بليت الأرجنتيني، حيث كان قد صرح بذلك أمام أحد المنابر الإعلامية العالمية في ندوة صحفية بعد مقابلته في أول مباراة في كأس العالم للأندية، حيث أكد أنه يرغب في تمثيل الفريق الأرجنتيني. ياسين بونو يعتبر أفضل حارس في هذه الدورة إلى حدود اللحظة. ديروا اللايك متابعينا الكرام، ديروا اكبر عدد ممكن من اللايكات باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى الاعلام العالمي بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو ووقوف الاعلام الجزائري افتخارا بالحارس ديال المنتخب الوطني المغربي وحارس فريق الهلال السعودي حاليا. ياسين بونو كيشرف من جديد الكرة الوطنية المغربية بعد تألقه امام فريق برازيلي عريق، الفريق اللي هو فلومينينزي، حيث انتهت المقابلة بين الفريقين قبل قليل، والتي عرفت تألق الحارس المغربي من جديد. حارس من بين أفضل الحراس على مستوى العالم حاليا، ويعتبر أفضل حارس في دورة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود اللحظة. ياسين بونو هو الذي حصل على أعلى تقييم على مستوى تقييم الحراس ديال جميع الأندية المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. هو شرف كبير للكرة الوطنية وللمغرب والمغاربة ككل، وكذلك للكرة العربية بعد فشل مجموعة من الحراس في تأكيد علو كعبهم في مسابقة كأس العالم للأندية. مجموعة من الصحف العالمية كتشيد وكتفتخر بالحارس المغربي ياسين بونو. متابعينا الكرام، ما تنسوش أنكم تلايكوا الفيديو أكبر عدد ممكن من اللايكات، وأنكم تخلوا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات. وشكرا لكم متابعينا الكرام على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.